المرأة السورية خلال السنوات الماضية واجهت تحديات كتير كبيرة بسبب النزوح، بسبب الفقر، بسبب الأزمة الاقتصادية اللي كان عم تمر فيها البلاد. لكن إنه رغم هالتحديات كلياتها قدرت المرأة بإرادتها، بقوتها، بإيمانها بنفسها، قدرت يعني تخطي خطوات لقدام، سواء بمجال التعليم، سواء بمجال العمل، سواء بالمبادرات الإنسانية اللي كانوا عم يعملوها والمبادرات الإنسانية كمان. بس بعد التغيرات السياسية اللي صارت بسوريا، خاصة بعد سقوط نظام البائد بشار الأسد، الصراحة البلاد فاتت بمرحلة تحول جديدة. الصراحة النساء كانت عم تتطلع انه تكون هالمرحلة مرحلة لهم ليقدروا يثبتوا حالهم اكثر، ليقدروا يواجهوا هالصعوبات اللي كانت عم تعيقهم ليخطوا خطوات لقدام اكثر. لكن الصراحة الذهنية الذكورية ما زالت موجودة، السلطة الأبوية ما زالت موجودة. فلهيك يعني هون صار في كتير خوف عند النساء من حقوقهم. يعني وين رح تكون النساء بالمرحلة الجاي؟ خاصة سوريا عم تنبنى من أول وجديد، مستقبل سوريا عم ينرسم من أول وجديد. فهون صار في كتير تخوف على حقوقهم، على أدوارهم بالمجتمع، خاصة لما شفنا إنه الإعلان الدستوري إجا ما كان منصف للنساء. خاصة كمان لما صار انتخابات مجلس الشعب ما كان في غير وزيرة وحدة ضمن هذا التشكيل الوزاري كلياته، خاصة بالبرلمان كمان كان نسبتهم ضئيلة جدا. هذا الشيء صار في كتير تخوفات عند المنظمات النسائية انه من دور النساء وين رح يكون. فهون بلشوا الحملات، بلشوا المطالبات بدور المرأة، بحقوق المرأة، لأنه الصراحة المجتمعات يلي بتنبنى على الذهنية الذكورية مجتمعات غير ديمقراطية، غير عادلة، غير تشاركية. والمجتمعات يلي بتنبنى بيد الرجل والنساء تكون أكثر ديمقراطية، أكثر تشاركية، أكثر متعددة كمان. يعني بنطلع لمستقبل أفضل، خاصة إذا اجينا هون لطرف ثاني إنه مثلا نموذج الإدارة الذاتية. لما عطى نظام الرئاسة المشتركة شفنا قديش النساء حققوا إنجازات عظيمة، أثبتوا وجودهم ودورهم بكل مرحلة، بكل مؤسسة، سواء بالمجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، العسكرية، أثبتوا وجودهم بكل جدارة، حتى أصبح نموذج الإدارة نموذج عالمي. وثورة روج آفا ثورة يحتذى بها كل نساء العالم، وصل صداها لكل نساء العالم، وقدرت تلامس كل مرأة لأنه عطت حقوق المرأة، عطت قيمة للمرأة، عطت أهمية للمرأة. بالنسبة للغة الإعلام، الصراحة لغة الإعلام لازم تكون لغة محايدة، لغة بسيطة، لغة واضحة، تسلط الضوء على قضايا النساء. الإعلام له دور كتير كبير يبرز قضايا النساء، حتى النساء يكون لهم آراء أكثر، لأنه نحن عم نمر هلا حاليا بمرحلة حساسة أكثر. فالإعلام لازم يسلط الضوء على إنجازاتها، على قضاياها، على آرائها، لازم يعطيها مساحة حرة تقدر تعبر عن نفسها، ما يضغط عليها أو يستخدم مصطلحات بعيدة كل البعد عن إنسانيتها، بعيدة كل البعد عن هويتها الشخصية، عن تكوينها، لأنه الصراحة المرأة هي أساس المجتمع. لغة الإعلام كمان الصراحة لازم تكون قريبة من كل المواطنين، يعني تخليهم يعبروا عن آرائهم، تبتعد عن خطاب الكراهية، لأنه نجاح الإعلام ما بينقاس بس إنه مراقبة السلطة أو تسليط الضوء على الناحية الاجتماعية، الناحية لا، حماية حقوق المواطنين لازم تكون بالأساس. تعزيز ثقافة الحوار، يعني هدول الإعلام بيقدر هو يسلط الضوء، لأنه هو بيكون سواء الإعلام مرئي، مسموع، مقروء، بيقدر يصل لكل فئة. فهون هو له دور كتير كبير. وبما أنه الإعلام هو السلطة الرابعة بأي دولة، فهو بيكون كمان محط أنظار للأشخاص التانية اللي بتقدر تطلع تواكب هذا الشيء وتقدر تثبت نفسها. وبالنسبة لي كمان على كل امرأة، على كل فتاة، لكل شابة تكون مؤمنة بنفسها، تكون عندها إرادة قوية كتير، تخطي خطوات لقدام، لأنه مستقبل سوريا الجديدة ما بينبنى إلا إذا كانت النساء بصدارة أي مشروع ديمقراطي حر، لأنه النساء عندهم نظرات ورؤية مستقبلية لقدام. بهالفترة اللي عم تمر فيها كمان سوريا لازم تكون أصوات النساء مسموعة جدا.
من أي منطلق، من أي زاوية، من أي حوار هن عم يطرحوه، لأنه صوت النساء حاليا لازم ينسمع، لأنه سوريا عم تنبنى، سوريا عم تتشكل. بس نحن الشيء اللي عم نشوفه حاليا أصوات النساء مهمشة، أصوات النساء عم يتم مثلا تعنيفهم، مو شرط التعنيف الجسدي، في تعنيف اللفظي، في تعنيف النفسي. فهذا الشيء لازم نحن كإعلاميين كإعلاميات نوصل صوتهم، نضل نتابع قضاياهم، نعطيها للرأي العام حتى نصل لمرحلة تكون سوريا فيها سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية. أول شيء سوريا مؤمنة بأن مستقبل سوريا يبنى بأيدي النساء. رسالتي لكل نساء العالم وخاصة نساء سوريا، بما أنه هي بلدنا، رغم القمع والانتهاكات يلي عم يتعرضوا له سواء بالحياة العامة سواء ما وراء السجون، بما أنه الإعلام ما عم يعطيهم مساحة كافية وما عم يبرز صوتهم، هن كمان يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ليقدروا يوصلوا قضاياهم، ليقدروا يوصلوا رسالتهم، ليقدروا يتحرروا من هالاشياء يلي انفرضت عليهم، لانهم هن نساء قويات. وبالاخير فيني اقول انه وراء كل امرأة عظيمة هي نفسها، لانه المرأة المؤمنة بنفسها قادرة على صناعة المستحيل.